تخيل إنك ماشي في شارع هادي في ليلة عادية من ليالي سنة 2010 في مدينة الزرقاء بالأردن. الجو كان سكون، والناس بدأت تدخل بيوتها عشان ترتاح من تعب اليوم. وفجأة السكون ده يتكسر بصرخة، بس مش أي صرخة، صرخة ست كأنها طالعة من القبر، صرخة بنبرة تخلي شعرك يقف من الرعب. الناس بدأت تفتح الشبابيك، والرجالة جريت على مصدر الصوت. لقوا أم بديعة، ست في منتصف العمر، هدومها متبهدلة ووشها مخطوف، واقفة قدام باب شقتها بتصرخ وبتنادي على الجيران. الكل اتلم، بس هي ما كانتش قادرة تنطق بكلمة واحدة مفهومة. كانت بتشاور بس على باب الشقة المفتوح وهي بتترعش. دقايق والشرطة كانت في المكان، صفارات الإنذار ملت الشوارع، والناس واقفة بره. يا ترى ايه اللي حصل جوه؟ خناقة؟ سرقة؟ ولا حد مات؟ دخل رجال الشرطة الشقة، وأول ما خطوا عتبة البيت شموا ريحة غريبة جدا، ريحة دم مختلطة بريحة مطهرات. بس المكان ما كانش طبيعي، البيت كله كان مقلوب، فوضى عارمة كأن كان فيه معركة. ولما دخلوا المطبخ شافوا منظر ما يتنسيش. المطبخ كان غرقان دم، وفي كل حتة فيه قطن وشاش طبي مرمي على الأرض، وهو مليان بقع حمراء غامقة. وعلى دولاب في أوضة تانية لقوا مشارط وسكاكين مطبخ مستخبية في حتة عالية، وكأن كان في حد بيحاول يخفي أدوات الجريمة. بس جريمة ايه؟ ومين الضحية؟ الشرطة بدأت تفتش في المكان لحد ما وصلوا لأوضة بديعة، بنت شابة عندها 19 سنة، لسه في عز شبابها. كانت نايمة على السرير ووشها أبيض، غايبة عن الوعي تماما، وهدومها كلها غرقانة دم. الغريب إن السرير كان محاط بكمية قطن مش طبيعية، كأن كان في حد بيحاول بكل قوته يوقف نزيف ما بيخلصش، بس فشل. بديعة كانت لسه بتتنفس، بس نفسها كان ضعيف جدا، كأن روحها بتتسحب منها بالبطيء. الإسعاف نقلتها بسرعة البرق لمستشفى الأمير فيصل الحكومي، والدكاترة هناك جريوا بيها على العمليات. بس القدر كان أسرع. بديعة لفظت أنفاسها الأخيرة قبل ما المشرط يلمس جسمها في المستشفى. ماتت، ومات السر اللي معاها، والكل واقف مذهول. بنت عندها 19 سنة في بيت أهلها تموت بالمنظر ده. نزيف حاد، جرح غريب في بطنها، وأدوات مطبخ ملوثة بالدم. بعد ما بديعة فرقت الحياة، جثتها راحت للمشرحة، والتقرير اللي طلع من المعمل الجنائي كان كفيل إنه يهز مدينة الزرقاء كلها. الدكاترة الشرعيين اكتشفوا إن بديعة كانت حامل، ومش بس كده، ده الحمل كان في الشهر الخامس. بس الصدمة الحقيقية ما كانتش في الحمل، الصدمة كانت في سبب الوفاة. التقرير قال إن الضحية تعرضت لعملية إجهاض وحشية وبدائية جدا. الرحم كان متمزق تماما، والجرح اللي كان في بطنها كان متخيط بطريقة تخلي أي حد يقشعر، خياطة يدوية بأدوات ما بيتخيطش بيها بشر. النزيف كان داخلي وخارجي، والبنت نزفت لحد ما صفت كل نقطة دم في عروقها. السؤال هنا، مين الجزار اللي عمل كده في بديعة؟ ومين اللي سمح له إنه يعمل كده أصلا؟ الشرطة قبضت على أم بديعة عشان يحققوا معاها. الست كانت منهارة، وفي وسط دموعها شاورت بصباع الاتهام لشخص واحد، ماجد أبو بديعة، راجل في الخمسينات من عمره، شغال نجار، معروف عنه إنه راجل في حاله
الأم قالت هو اللي طلب مني آخد العيال وأخرج من البيت الصبح. قال لي إنه عنده موضوع وعايز يقعد مع بديعة لوحدهم. ولما رجعت لقيت المنظر اللي شفتوه ده. الشرطة لما قبضت على ماجد الراجل ما أنكرش ولا حاول يهرب، وبدأ يحكي حكاية تخلي الحجر ينطق، حكاية بدأت من 5 سنين فاتوا. ماجد حكى بمنتهى البرود إن الموضوع بدأ لما بديعة كان عندها 14 سنة. بدأ يبصلها بصة مش طبيعية، بصة مفيش أب يبصها لبنته. ومع الوقت الوحش اللي جواه سيطر عليه وبدأ يتحرش بيها. ولما لقى البنت خايفة ومش قادرة تتكلم، الموضوع اتطور لغلطة كاملة واعتداء وحشي أفقدها عذريتها وهي لسه طفلة. تخيل 5 سنين والبنت بتعيش الكابوس ده كل يوم تحت سقف واحد مع أبوها. حاولت تشتكي لأمها، بس ماجد كان بيهدد الأم إنه هيذبحها هي وباقي العيال لو حد عرف السر ده. والست من ضعفها وخوفها سكتت ورضخت وسابت بنتها فريسة لمجرم ما بيشبعش. الحكاية فضلت مستخبية في الضلمة لحد ما حصل اللي ماجد ما كانش عامل حسابه. بديعة اكتشفت إنها حامل. الخبر نزل على العيلة كأنه صعقة. البنت كانت مرعوبة من أبوها فراحت قالت لأمها، والأم من صدمتها راحت بلغت ماجد. ماجد في لحظة حس إن الدنيا بتلف بيه. لو الجنين ده كبر وبطن البنت ظهرت الفضيحة هتبقى بجلاجل والناس هتعرف قرفه. كان لازم يتخلص من الدليل ده بأي طريقة. بدأ يضربها بوحشية. كان بيضربها في بطنها بكل قوته عشان تسقط الجنين. بس سبحان الله الجنين كان متمسك بالحياة. جرب معاها حبوب الإجهاض، جرب كل حاجة، بس مفيش فايدة. وبديعة بطنها بدأت تكبر فعلا، واخواتها الصغيرين بدأوا يسألوا هي بديعة بطنها كبرت ليه؟ هنا ماجد خد قرار جنوني، قرار الجزار. ماجد فتح الانترنت وبدأ يدور ازاي تعمل عملية اجهاض. قعد يقرأ خطوات طبية وهو اصلا نجار ما عندوش فكرة عن اي حاجة غير الخشب والمسامير. جاب شوية قطن وشاش وحبوب منومة من الصيدلية ودخل المطبخ جاب سكاكين الاكل والمشارط اللي كان بيستخدمها في شغله. يوم الواقعة طرد مراته وعياله ونيم بديعة بالعافية بعد ما اداها المنوم. شالها وحطها على أرضية المطبخ الساقعة وبدأ يطبق اللي قراه على النت. تخيل المشهد، أب ماسك مشرط وبيفتح بطن بنته وهي غايبة عن الوعي عشان يطلع جنين هو أبوه وجده في نفس الوقت. ماجد طلع الجنين فعلا وحطه في كيس بلاستيك، بس وهو بيعمل كده هبش الرحم وقطعه. النزيف بدأ ينفجر كأنه نافورة. ساعتها ماجد ارتبك، نسي يجيب خيط طبي. راح جري على دولاب مراته، جاب إبرة وخيط عاديين من بتاعة الهدوم وبدأ يخيط جلد بنته كأنه بيخيط حتة قماش مقطوعة. ولما الأم رجعت البيت لقت بديعة مرمية على سريرها بتتوجع بصوت واطي يقطع القلب. الوجع كان فوق احتمال البشر. ماجد ما كانش مهتم بوجعها، كان كل همه ينظف المطبخ ويخبي الأدوات. غسل السكاكين وحطها فوق الدولاب وخد الكيس اللي فيه الجنين والأدوات ورماه في الزبالة وكأن شيئا لم يكن. بس دم الغدر ما بيتمسحش بسهولة. بديعة ماتت وهي بتصارع الألم، وماجد وقف قدام القاضي وهو بيسمع حكم الإعدام شنقا. ماجد دخل السجن وكان مستني يوم تنفيذ الحكم، بس ربنا أراد إن نهايته تكون من جنس عمله بالظبط. وهو في السجن بدأ يحس بألم رهيب في بطنه، ألم بيخليه يصرخ ليل نهار زي ما بنته كانت بتصرخ. الدكاترة كشفوا عليه
ولقوا إنه مصاب بسرطان المعدة. المرض نهش في بطنه في نفس المكان اللي فتحه في جسم بنته، ومات ماجد بالمرض قبل ما حبل المشنقة يلمس رقبته. وكأن القدر حب يوريه الوجع حتة حتة قبل ما يقابل ربه.